مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي احسن الاحوال. انا راني في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو متنوع، فيديو بزاف هايل، يعني تبعوا معايا للاخر. لا فيديو نتاع اليوم كنت بديتها لكم من نص النهار تاع العشيه، يعني من قهوه العصر، وراحين نوجدوا مع بعض يعني عشاتنا كيف كيف. راح نشوفوا الاطباق اللي وجدتها نهار اليوم، وراح يعني ندير لكم واحد الخبز بزاف هايل. شوفوا خياتي لهنا اول حاجه كنت درت لهم هذو حبيبات تاع الكاطو مع قهوه تاع العشيه، يعني بما انه ما كان عندي والو في الدار درت لهم هذوما لي غاليت. شوفوا الله يبارك كيفاه جو بزاف هايلين وجو طريين جو بنان، يعني جو ما شاء الله كما راكم تشوفوا. من بعد ما قهويت وغسلت معناتي رحت وجدت هكذا باش نوجد العشاء تاعي. شوفوا الله يبارك كنت درت لهم هذايا خبز تاع الزيتون، درت لهم لهنا بثلاث اشكال، يعني كما تعرفوا دائما نقول لكم العين تاكل قبل الفم. هذا هي خياتي، وهذا واش يحبوا دراري، يحبوا هكذايا يعني اشكال تكون جديده وتكون شابه. المهم خياتي نبداو بالخبز تاعنا، وقبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بديت لكم من لهنايا بالخبز باش نخلوه يخمر. شوفوا لهنا خياتي في الغيسيبيون تاعي كنت درت لهنا في الباسينه، كنت درت حبه تاع بيض كامله، ودرت كيله تاع الحليب وكيله تاع الماء ومغرفه كبيره تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خماره الخبز. يعني لهنايا الا كان الحال تاعكم شويه بارد تقدروا ديروا حتى مغرفه كبيره تاع العشاء، مغرفه ونص تاع خميره الخبز، هكذا باش يخمر لكم ليه. نغطوا الباسينه تاعنا ونخلوها يعني تريح واحد 10 دقائق، من بعد باش نعاودوا نولوا ليها. هاي ليك لهنا بعد ما خمرت وتفاعلت هذيك الخميره تاعنا، نجو لهنا باش نضيفوا الفارينه بالتدريج ونضيفوا الملح. شوفوا خياتي لهنا الخبز تاعنا ما يحتاجش انه يكون يعني شاد روحه، لهنا اني حابه العجينه تاعي تكون هكذا تلصق في اليد، يعني تجي لاباط تاعها تجي خفيفه هكذا. من بعد باش نضيف الملح هكذا باش ما يخسرليش الخمور تاع الخبز. هكذا خلط مليح بالفوي، من بعد راح نستعين باليد، يعني راح ندير دوكا يدي كما نعرفوا العجين لازم من اليد. هكذا نبقى نضيف الفارينه غير بالعقل كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم اني حابه العجينه تاعي تجيني طريه ما تجينيش يابسه. كل ما تجي طريه يعني الخبز تاعكم راح يجيكم خفيف من الداخل ويجي هكذا كليبونج، يجي بزاف هايل. وصدقوني هذا الخبز يعني هذه الوصفه تاع الخبز خبوها في عينيكم. مليحه بالبزاف. شهر رمضان الكريم مليحه هكذايا مع شوربه وكامل كما نعرفوا يعني في الخبز. سمحوا لي في رمضان يعني ما نحتاجوش باش نكثروا الخبز وكامل. وكما شفتوا انايا الكيله تاعي لهنا اللي درتها شفتوها واش شعل درت الكيله. يعني لهنايا خياتي اللي عندها يعني عائلة صغيرة تقدر تقسم الكمية الكيلة تقسمها على اثنين، ولا دير كيلة صغيرة يعني دير غير فنجان صغير، فنجان ماء وفنجان حليب، هكذا راح تتحصل على عجينة قليلة. وإلا كانت يعني عائلة كبيرة تقدروا تدوبلوا المقادير. هذه هي خياتي. من بعد ما عجنت يعني لميت كامل العجين تاعي ضفت له لهنا حوالي مغرفة كبيرة تاع المارغرين. شوفوا هذه المارغرين تمدلو واحد البنه بزاف هايله هكذايا. من بعد حطيتها هكذا فوق البوطاجي ونبقى ندي ونجيب فيها حتى وين ما نحس هذيك المارغرين دخلت لي كامل في العجين، ونحصلوا على العجينه تاعنا تكون ليس، العجينه تاعنا تكون شابه هكذا كما راكم تشوفوا. وشوفوا خياتي العجينه تاعي كيفاش راهي، يعني راهي طريه بالبزاف، وكل وحده والفارينه تاعها. ميم دوكا كي نحطوها تخمر راح تزيد تشرب شويه يعني العجينه تاعنا راح تزيد تشرب شويه الماء. هكذا بعد ما لميتها مليح نديرها في الباسينه ونخليها حتى وين ما تخمر. من بعد نروحوا نوجدوا يعني لاسوب تاعنا اللي راح نديرها. انا دائما خياتي كي نحب كي ندير العشاء دائما نرافقوا بلاسوب. هكذا اليوم راح ندير لكم لاسوب تاع البسباس، تجي بزاف خفيفه وبنينه. عندي لهنا حبه كبيره تاع البسباس، نتوما تقدروا ديروا حتى زوج حبات. انا اليوم ما درتش يعني لاسوب ما كثرتش، درت قيس ما ناكلو هذا ما كان. درت حبه كبيره تاع البسباس وزوج حبات تاع بطاطا صغار وحبه صغيره تاع البصل وزوج سنات تاع الثوم، ودرت مغرفه كبيره كما شفتوا تاع الزيت ومغرفه صغيره تاع المارغرين. المارغرين تمدلها بنه بزاف هايله في لاسوب تاعنا. درت الملح فلفل الكحل، درت شويه قزبر مطحون، هذا ما كان لي زيبيس يعني، وتقدروا ديروا شويه زنجبيل، ولا درت هذا اللي بيس الخاص بالدجاج يعني ثاني مدلها بالنشبه، ودرت يعني كمشه تاع معدنوس. هكذا ندي القدره تاعي تتقلى فوق الفرن مليح، يعني كل ما نقول لكم كل ما تتقلى لكم القدره الماكله تاعكم راح تجيكم بنينه.
ولا هنا راح نوجدوا الطبق الرئيسي اللي راح نرافقوا مع لا سوب. هنا عندي هذوما لي كويس كما راكم تشوفوا تاع الدجاج، يعني صراحه ولا غير كانوا في الكونجيلاتور جبتهم راهم جامدين. درت لهم حبه بصل هكذايا طحنتها في لاشوا، ضفت لهم مغرفه تاع مارغرين، ضفت لهم شويه لي زيبيس الخاصه بالدجاج، شويه تاع زنجبيل، فلفل الكحل والملح. هذه هي خياتي. ونحط القدره تاعي فوق الفرن ونخليها تتقلى لي مليح هكذا. وهاي لي كلاسوب تاعنا راهي تتقلى. شوفوا لهنا كيما قلت لكم البصل تاعنا كتحسوا به يعني بدا يذوب، نمرقوها بالماء سخون ونخلوها حتى وين ما طيب. هذه هي تتحصلوا على لاصوب كيما راكم تشوفوا، يعني اقتصاديه جدا جدا، ما كاش اسهل منها، اقتصاديه وسهله بالبزاف، يعني على وقفه رايحين ديروها وما تشد لكمش بزاف الطياب. كيما نعرفوا البطاطا ما تشدش في طياب، والبسباس كيف ما يشدش في طياب، يعني واحد 10 دقائق تكون واجده. وهاوليك لهنا الخبز تاعنا بعد ما خمر نجي لهنايا نشكلو. والقدره تاع يعني تاع الدجاج تاعي مرقتها وخليتها راهي طيب كيما شفتوني، ما درت لها حتى خضره انايا لهنا ما نحندلها والو، نخلي برك هذاك الدجاج تاعي طيب. ولا هنا الخبز تاعي يعني نهبط له شويه تاع الخمور ماشي حاجه، ونبدا نشكل فيه. شوفوا لهنا ليكم الاختيار الاشكال، شوفوني برك لهنا كيفاش راح ندير العجين تاعي. هذه الطريقه راح تدخل لكم الهواء لداخل في العجين، والخبز تاعكم راح يجيكم مفخفخ. شوفوا هكذا يا خياتي، يعني ماشي كيما العجين العادي هكذا رايحين نقرصوه قباله هكذا. هذه الطريقه قلت لكم يجيكم تحاولوا هكذا باش تدخلوا الهواء لداخل في العجين تاعكم هكذا. شوفوا هكذا خياتي، ونقرص الخبز تاعي. دوك تشوفوا انا الاشكال اللي درتها، وانتم ليكم الاختيار، يعني على بالي باللي كامل فنانات ومبدعات كل وحده كيفاش تحب تبدع في الخبز تاعها، واش هي اعتمدوا هذه يعني الطريقه تاع المقادير اللي كنت درتهم. مام تقدروا حتى تضيفوا يعني في بلاصه الملح ما تكثروا الملح، ديروا مغرفه صغيره تاع الملح وديروا 3 مغارف كبار تاع السكر. يعني تقدروا هذايا الخبز ديروا شغل بريوش يجي ثاني كيجي بزاف هايل. وما يوالم في رمضان يعني للسحور مع قهوه حليب، كاين الناس بزاف اللي تتسحر بالبريوش يعني مع قهوه حليب، ضيفوا له برك مسحه تاع لاجولي من الفوق ويجيكم يعني تتحصلوا على بريوش بزاف هايل. ولا هنا خياتي نعاودو نولوا الخبز تاعنا. شوفوا لهنا بعد ما يعني قرصتو كامل كيما راكم تشوفوا، هاي ليك لهنا عندي الشكل الاول اللي راح نديرو. هذوما يعني كنت درتهم ديبولات صغار، هذوما راح ندير يعني نتحصل على 5 ديبولات راح نديرهم خبزات تجي على شكل ورده. صدقوني هذا الخبز يعني ديروه لوليداتكم ولا غير رايحين يفرحوا فيه، يفرحوا به بزاف. شفتوا الدراري يحبوا هذوما يعني هذا النوع تاع الخبز، يحبوا هذو الاشكال يعني يفرحوا بهم. كيما شفتوا هاي اللي كلها شكلتهم 5، نخلي شويه فراغ بيناتهم كيما على بالكم فيه الخميره راح يزيد يخمر. نبسطهم شويه باليد هكذا، نخبزهم شويه باليد ونلمهم هكذا، نحاول نلمهم في الوسط باش نتحصلوا على هكذايا خبزه تجي على شكل ورده. شوفوا الشكل تاعها الله يبارك شعل جا شباب، جا بزاف هايل سورتو كي طيب يعني مع البيض ومع الطياب تاعها تجي ما شاء الله. والخبز الاخر هاولي كله هنا كنت درتوه في السنيوه راح كيف نشكلو معاكم. يعني كيما شفتوا هاي ليك الخبزه قسمتها على 4، من بعد قسمتها على 6، من بعد قسمتها على 8، يعني شغل راني نقطع في الخبزه تاع البيتزا هكذايا. من بعد يعني كل طونش راح هكذايا نلمو بيدي كيما راكم تشوفوا، يعني الصوره هي اللي راهي تعبر هكذايا. ولا الخبزات الاخرين راح نشلحهم فقط بالموس كيما شفتوا هكذايا، وندلهم لهنا عندي حبه بيض كامله ندهن بها كامل الخبز تاعي هاوليك لهنا، وندلو شويه سانوج ولا ججلان، يعني ليكم الاختيار نتوما وما تحبوا. كاين اللي ما يحبش السانوج يدير ججلان، وكاين اللي يحب يدير تشكيله تاع الزارع كيما موالفه نديرها معاكم. يعني عندي تشكيله تاع الزارع ديروا كامل منها كيف يعني كل زريعه راح تطلق الريحه تاعها ويجي بزاف هايل. والخبزات الاخرين راح ندير فوقهم يعني الزيتون، عندي لهنايا زيتون اخضر كوبي وعندي زيتون اسود كيف راح يمد لهم، يعني يمد هذا الزيتون للخبز منظر بزاف شباب. وسورتو يعني في رمضان راح نشوفوا بزاف هذا الخبز. هاي اللي كلها هنا لاصوب تاعي بعد ما بردت جبت لهنا قطعه تاع جبن، يعني جبن طري، وانتم يعني واش كان عندكم في الدار تميكسيو كامل الحريره تاعكم هكذايا. وهذه هي الحريره يعني راهي واجده جات بزاف خفيفه وبنينه. من بعد لهنا كانوا عندي هذه البطاطا كنت غليتها بها بقشورها. نتوما من الاحسن تكون عندكم هذيك، انا يا مولفه ندير هذيك البطاطا الصغيره كامل، كي نشري البطاطا دائما نخير هذيك الصغيره نخبيها، كي ندير هكذا اطباق نديرها
من لهنا شوفوا اليوم كانت عندي البطاطا تاعي شويه كبيره. لهنا تحبوا ديروها كامله، تحبوا تقسموا الحبه على زوج. درت لهنايا شويه تاع الزيت، درت مغرفه كبيره تاع العشاء تاع مايونيز، مغرفه صغيره تاع الكيتشوب، ومغرفه صغيره تاع لا موطارد، ودرت ملح فلفل الكحل، درت شويه لي زيبيس يعني تاع شاورما راح نعطي لها بنه بزاف هايله، ودرت شويه تاع زنجبيل هكذايا خلط كامل. وندير هذيك البطاطا تاعي لهنايا يعني راح نديرها في هذه لاصوص، نرمدها كامل في هذيك لاصوص، من بعد راح نديرها في البلا ونديرها في الكوشات. يعني راهي طيبه كيما راكم تشوفوا، تاخذ لي برك هذيك القرمشه تاع برا ولا كولور تاعها، يعني نحبها انايا محمره مليح. هاي لك لهنا ندلت لها بابي كويسون ونديرها في الكوشه. شوفوا لهنا الخبز تاعي الله يبارك كيفاه جا، راهو طاب جا ما شاء الله. شوفوا لهنايا وهاي لك الورده تاعنا الله يبارك، شوفوا كيفاه جا ما شاء الله، جا خفيف ريشه وجا يعني واش نقول لكم، هذيك المغرفه تاع المارغرين اللي درتها عطات له واحد البنه بزاف هايله. كيما قلت لكم يعني تقدروا تبدعوا نتوما في الاشكال كيما تحبوا. من بعد يعني الدجاج تاعي راهو طاب، كنت صفيته لهنايا خياتي. هاوليك الدجاج بعد ما طاب صفيته، هذيك لاصوص تاعو يعني كيلتها وضفت لها الرز يعني بسمتي وخليته يطيب، يعني راح نرافقه بهذوما الكويس تاوعي. ولا هنا هذو الكويس بعد ما بردوا شوفوا لهنا خياتي نرمدهم في الفارينه ومن بعد في البيض، من بعد في لاشابلو راح نقليهم. يجوا بزاف هايلين، يجوا مقرمشين من برا ويجوا طريين من الداخل. هذو ما خيات الاطباق يعني تقدروا تعتمدوهم في رمضان. وكما راكم تشوفوا يعني ما درت حتى حاجه يعني كبيره ابار هذا الدجاج. تقدروا نتوما ديروا يعني صدر، تقدروا ديروا جنيحتين، ما جنيحتين ماهمش غاليين يعني 25 ميل ولا واش للكيلو، ماهيش حاجه كبيره. تقدروا تشروهم هكذا وتفرحوا بهم وليداتكم. هاي لك لهنا قليت لي كويس توعي. من بعد ما كملت كامل لهنا كانوا الاطباق توعي كامل جاهزين. بديت لهنايا في الدغيساج تاع لي بلا تاوعي. شوفوا لهنا خياتي هاو ديك الرز تاعي بعد ما طاب لهنا تكيلو يعني الكيله تاع الرز مع الكيله تاع لاصوص، ديروا 3 كيلة تاع لاصوص. الا شفتوا لاصوص تاعكم شويه ناقصه تقدروا تضيفوا لها شويه تاع الماء وتذوقوها على الملح. معناتها ديروا 3 تاع لاصوص مع كيلة، 3 كيلة تاع لاصوص مع كيلة تاع الرز. هذه هي تنقصوا على الفرن بعد ما يبدا يغلي، تنقصوا على الفرن وتخلوا الرز تاعكم حتى وين ما يطيب يجيكم يعني ناشف، يجي يتزربع يجي ما شاء الله. ولا هنا خياتي شوفوا لهنا كنت خدمت هذا يعني الخيار، كنت شكلته هكذا على شكل زهره، درت له في الوسط شويه تاع الطون وليكم انتم الاختيار. درت ورق تاع شلاضه هكذا تاع الخاص مع شويه تاع طوماطيش وجبتهم ليك الكويس تاوعي بعد ما يعني قليتهم. شوفوا الله يبارك كيفاه جاو مقرمشين من برا وجاو طريين من الداخل، يعني يجوكم بزاف بنين. ومام الاطفال يعني يحبوا حاجات كيما هكذا حاجات مقليه. والبطاطا تاعي شوفوا الله يبارك كيفاه جات ثاني، هي جات يعني دوغي، جات محمره، جات مقرمشه من برا وجات طريه هي ثاني من الداخل، جات ما شاء الله. صدقوني كي ديروها هكذا يعني راح تجيكم بزاف بنينه. ولا سوب تاعي هاي ليك واجده، زدت لها لهنايا رشه تاع معدنوس، كيما تقدروا ديروا لها شويه تاع لاكخام فريش من الفوق. هذه هي رشيت كامل المعدنوس فوق يعني البلا تاعي وضفت له لهنايا يعني برش تاع قارص. هذه هي يعني كما نقول لكم دائما العين تاكل قبل الفم. وصدقوني هذا الدغيساج تاع لا طابل يعني يفتح الشهيه بزاف، سورتو للدراري صغار. يعني كي نديروا لهم هكذايا يعني كل واحد البلا تاعو هكذا فيه تشكيله، شويه شلاضه شويه روز شويه لا سوب، يعني راح تفتح له الشهيه. ومام الاطفال يعني يحبوا هذا لي بلا هكذايا. هذه هي خياتي، دائما نحبوا نتحايلوا على وليداتنا باش هكذا ياكلوا لنا. وما من الاكل يعني الله يبارك راهو يشهي وراهو اكل صحي. يعني لا سوب تاعنا كيما شفتوها يعني بالخضره البسباس، كاين بزاف الاطفال اللي ما يحبوش البسباس هكذا رايحين يعني ما يفيقولوش كامل وياكلوه. وجات بنينه بزاف صدقوني غجات ما شاء الله، مع شويه تاع الفاكهه مع يعني الخبز تاعنا الله يبارك. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله، جاي شهي، شهيتكم في الجنه خياتي. هذه هي يعني كانوا وصفات تاعنا تاع نهار اليوم اقتصاديه بزاف وجو بزاف بنان. ان شاء الله يعني تعتمدوهم هذو الوصفات في شهر رمضان ولا في سائر الايام، وعلاش لا. دونك هنايا كنخلص لا فيديو تاعنا خياتي. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الاطباق تاعنا والوصفات تاع نهار اليوم وعجبكم الخبز كيما انا يعجبني. برك ما تنساونيش خياتي بلي جيم وكومونتير، يعني تخلوا لي تعليقات تاعكم وتكثروا لي من هذوك لي جيم باش هكذا تحفزوني باش دائما نبدا نحط لكم لي فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.